أهلا وسهلا بيكم بوابة العوالم الخفية، المكان اللي فيه الورق ما بيكذبش والعين التالتة هي اللي بتحكي. لو قلبك تعب من الأسئلة، لو بتحاولي تفهمي هو ليه بعده مؤلم وسكوته أعلى من الكلام، خدي نفس وافتحي قلبك، لأن اللي جاي مش قراءة، ده اختراق العقل الباطن زي ما هو بالضبط من غير أقنعة. دي مش رسائل عامة، دي رسائل جاية ليكي انتي، لأنك فتحتي الفيديو في اللحظة دي، مش صدفة. لو أول حرف من حروف اسم الشريك واحد من دول، أنا قسمتهم ل3 مجموعات، ركزي لأن اللي جاي مش قراءة، ده تحكير كامل لعقل الباطن. المجموعة الأولى: ألف، كاف، باء، نون، خاء، ميم، واو، هاء، ياء. المجموعة الثانية: جيم، سين، عين، طاء، ضاء، غين، فاء، قاف، تاء. المجموعة الثالثة: ثاء، شين، صاد، ضاد، لام، را، زي، دال، ذال، وحاء. ركزوا كويس، لو اخترتوا باسم أول حرف من اسم الشريك، المجموعات الأولى الثانية الثالثة، أو اختاروا المجموعة الأولى أو الكروت، المجموعة الأولى، المجموعة الثانية. ركزوا كويس وحسوا نفسكم انتم فين، أو بالكروت دي حسوا بيهم. لو لقيت انه الحروف مش متطابقة معاك، فركز بالحجر او بالكروت. لو لقيتوا الحروف مش مطابقة. المجموعة الثالثة: او بالكروت دي وقفوا الفيديو وركزوا طاقتكم كويس قوي، ويلا نبدأ. اهلا بكم يا اصحاب المجموعة الاولى اللي اختاروا الكروت دي او الحجر ده او الحروف المجموعة الاولى. هنشوف دلوقتي الطاقة العامة. نفسوا، خدوا نفس عميق، حطوا طاقتكم في الورق. الطاقة العامة. اوكي، المجموعة الأولى، الطاقة العامة هنا بتقول
انك كنت في انتظار، بس الانتظار ده كان صامت. انت مش بس مستنية منه شي، انت مستنية نفسك ترجع لك، عايزة نفسك ترجع لنفسك. في شمعة قدامك بتنور وبعدين بتنطفي، كأن روحك مترددة، وهو عامل نفسه مش حاسس، بس الكروت بتقول حاجة تانية. على فكرة اللي لسه ما اشتركش معانا يشترك عشان تسمعي اللي جاي. لو الكلمة اللي ورا دي هزت قلبك فده معناه انك مش هنا بالصدفة. هنروح دلوقتي نشوف مشاعر الشريك بتاعك. هنبتدي تهكير اللي بجد. اوكي، مشاعره حاليا. اوكي، هو قلبه متقفل، بس في ركن منه مكتوب فيه اسمك بالحبر السري. كل مرة بيشوف حد في الشارع بيشبهك بيختنق. هو بيحاول ينسى، بس طيفك بيطل عليه وهو نايم. يعني حتى وهو نايم مش عارف يخلص منك ومن التفكير فيكي. عارفة لما بتصحي بتشوفي نفسك في المراية، بتحسي نفسك انك انسان جديد. هو بيصحى بيشوف نفسه في المراية، بيشوف نفسه انه انتي، كل حاجة فيه انتي. حتى لما بتضحكي قدام الناس هو بيشوفك ويقول دي ضحكتي انا، كانت ليا. دلوقتي هندخل على نواياه. ان شاء الله يكون فيديو قصير وما يكونش ممل ويكون فيه المفيد. نوايا الشريك المجموعة الأولى. نواياه دلوقتي، هو بيفكر يرجع، بس مش علشانك، عشان نفسه، عشان يطمن انك لسه بتحبيه ويمشي تاني. خدي بالك، عشان يطمن انك لسه بتحبيه
ويمشي تاني. بس الغريب انه في شي بيشده ليكي، بس هو مش حب. عارف ان حاجة اسمها الندهة؟ ممكن اعمل لكم فيديو عليها. هي دي، في ندهة، والندهة دي هي انتي. مش عارف يخلص منك، كل مرة تشديه، كل مرة، بس للأسف هو بيرجع بس يجرحك تاني ويمشي. بيحاول انه يبينلك انه بيحبك عشان يطمن انك لسه بتحبيه ولسه دايبة فيه، ولما يطمن كده فهو كده اشبع غروره وهيروح مع الأسف. هنشوف دلوقتي هل سيرجع وهل ندم، هل في رجوع بجد وهل في ندم. اوكي، بالنسبة لراجع، هو راجع، بس راجع متأخر قوي. هل هو نادم؟ بس مش على فقدانك، على فقدان سيطرته عليكي. هو مش عايزك يشوفك حرة، هو مبيطقش اللي يشوفك حرة، انك عايشة حياتك زي ما انت عايزة. لا، عارف حاجة، مش عايزة اصدمك، بس في واحدة دلوقتي بتحبه اكتر منك انت. في واحدة تانية وقعت فيه خلاص. للأسف. اوكي، على فكرة أنا لسه عاملة قراءة خاصة، ممكن للبنت دي هتشوف القراءة دي، هي فيها تطابق معاكي. في واحدة تانية في حياته وبجد بتحبه أكتر ما انتي بتحبيه. هنشوف دلوقتي الرسائل الروحانية. هنحط ده هنا، هنشوف قصته ايه الراجل العجوز الحلو ده. الامبراطور ده، هنشوف ايه قصته مع الروحانيات بتوعك. على فكرة ده برج الحمل، لو انت بتعرف حد برج الحمل. اوكي، الرسائل الروحية او الروحانية. السما بتقولك اذا رجعلك بنفس الشكل فهو لعنة مش فرصة. رجوع الشريك ما بيكونش انتصار، يعني ما بيكونش انك فزتي. الانتصار هو انتي وقت ما بطلتي
تبكي وابتسمتي لوحدك. يعني هو ده الانتصار الحقيقي، انك رجعتي لنفسك، انك وقفتي تفكري فيه وتعلقي بيه، وهو ما بقاش كل محور حياتك، رجعتي لنفسك. لو حسيتي ان الكلام ده ليكي، اكتبي لي اول حرف من اسمه في كومنت، في تعليق، وخلي الكون يرد لك بطريقة ما تتوقعهاش. اكتبي حرف اسمه، اول حرف من اسمه، او اكتبي انا من المجموعة الاولى اخترت كذا، واستني مني رسالة. نشوف آخر حاجة مخبيها لك، تهكير العقل الباطن للحبيب أو للشريك أو your ex husband or boyfriend or whatever. آخر حاجة من بوابة العوالم الخفية هتقولك ايه؟ ما شاء الله. على فكرة انتم روحانيين يا أصحاب المجموعة الأولى، طاقتكم أو لا روحانيات بتاعكم خلتني أشعر، جسمي اتقشعر والورق طار من ايدي، والله بجد. اوكي، بوابة العوالم الخفية بتقولك انت فتحتي البوابة، دخلتي منها وشفتيه، بس هل هو يقدر يتحمل يشوفك في عالم بدون ما يكون فيه هو سيد القرار؟ انسيه، لا. أرقى عنه؟ أيوة. تنسيه؟ لا، بس ترقي. شوفي نفسك وتجوزيه واشتغلي عن نفسك، مش هتندمي. لو راجع، احنا هنا هنقرر هل يستحق يدخل تاني ولا لا. خليلي تعليقك وقوليلي اديله فرصة، وانا هرسلك رسالة كونية ليكي، هتكون مخصوص باسمك، اول حرف من اسمك او اسمك كله، واول حرف من الشريك او اسم الشريك كله، ولو في ابراج يكون احسن. هقولك اسمك مع البرج بتاعك، هل تديله الفرصة دي ولا لا؟ هتخليه يدخل البوابة بتاعتك ويقتحم عالمك ولا ما يستهلكيش؟ شكرا لكم يا أصحاب المجموعة الأولى، إن شاء الله أشوفكم فيديو تاني. ولو حابين تكملوا معانا تسمعوا المجموعات التانية، ممكن تلاقوا فيها رسائل ليكم، فخليكم معانا. أهلا بيكم يا أصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا الحروف دي أو اختاروا بالحجر أو الكروت. لا، شكلكم صعب أوي ومش صعب المجموعة التانية. الكروت كلها اللي فتحتها. اوكي، يلا نبتدي. بسم الله. خدي نفس عميق، لأن القراءة دي مش قراءة حب، دي قراءة تفكيك العقل الباطن للشريك. نبتدي مع القراءة أو الطاقة العامة للقراءة.
طقسكم يا أصحاب المجموعة الثانية. كده طاقتكم واصلاني. أصحاب المجموعة الثانية، في حاجة في الهوا مش مفهومة، كأنك بتحلمي بيه وهو صاحي، وكأنك بتشوفيه بيتكلم مع خيالك، بس لما تبعتي له رسالة بيتجاهلها وكأنك مش موجودة. الورق هنا بيقول في بينكم رباط روحي قديم، بس مش كل رباط يعني حب، أوقات بيكون اختبار. الرسائل الروحية بتيجي في صمت الليل، مش في إشعارات الواتساب. أوكي، يلا اشتركوا معنا لأن اللي جاي هيرجع عقلك وقلبك في نفس الوقت. نشوف مشاعره دلوقتي. أصحاب المجموعة الثانية لو لسه مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الرسائل الجديدة مني لكم، واكتبوا لي تعليقكم. لو حد حابب رسالة روحية مني من بوابة العوالم الخفية، مش مني أنا كروح بس من البوابة نفسها، يكتب لي اسمه أو أول حرف من اسم الشريك وأنا هبعت له الرسالة دي. ولو عايز يبعت اسمه وبرجه هبعت له رسالة أدق. مشاعره دلوقتي. واو، ايه ده؟ واو، في ناس كتيرة قوي من الأبراج النارية متابعاني دلوقتي. أهلا بيكم يا أبراج نارية، طاقتكم واصلاني. مشاعره الشخص ده بيحاول يكون قاسي معاك، بس كل مرة بيذكرك فيها يرجع طفل صغير خايف من الفقدان. هو بيحبك أيوة، بس على طريقته دي فيها أنانية وتلاعب وحيرة. هو بيضحك مع غيرك بس بيحلم بيكي انت ساكناه. تعرفوا يعني ايه ساكناه؟ ساكناه بالمغربي يعني انت لابساه متلبساه. هنشوف نواياه الحقيقية تجاهك أو تجاه العلاقة. خدوا نفس، ركزوا في الورق كويس علشان طاقتك توصل للورق. لو القراءة دي مش منطبقة عليك، شوف القراءة اللي قبلها أو شوف القراءة اللي بعدها، ممكن تلاقي رسالة ليك هناك. أول حاجة اختار بطاقة القراءة وبعدين شوف إذا بتنطبق عليك أو لا. أنا مجرد بديكم رسائل روحية حتى في تفكير عقل الحبيب. خدوا الرسائل دي. نواياه. يا أصحاب المجموعة الثانية، هو في صراع داخلي عنده
عايزك بس مش عايز يوريكي ضعفه. شايفك قوية متماسكة، وده بيخوفه منك. هو ناوي يرجع، أكيد عايز يرجع لك، بس مش ناوي يكون واضح. هو غامض معاكي، متسلط، بيحب يتملكك، بيحب يسيطر عليكي. هيعمل نفسه جايلك صدفة أو محتاج خدمة، بس الحقيقة مشتاقلك موت موت موت. هو وحشة قوي. هيتلكك بأي حاجة علشان يرجعلك، أو يكلمك، أو يجس نبضك. هو بيحبك. في حاجات بينكم حلوة قوي، مش عارفة ازاي انتم انفصلتوا عن بعض. هنشوف دلوقتي. هل هيرجع وهل ندم؟ طاقتكم معانا، يلا طاقتكم الحلوة نبتدي. الشريك ده حاسة انه شخص كويس على فكرة، انهم كويسين، بس هو كمان مش شخص وحش. اوكي، اوكي. اذا السؤال هيرجع، هل هو هيرجع، فالجواب بنسبة كبيرة جدا راجع. بس لما يحس انك خلاص بعدتي، الندم بيحس بيه كل ليلة، بس بيكابر. هو من النوع اللي بيندم في سره، بيبان في وشه، بس ما بيعرفش، آه، يعني ما بعرفش انه يقول اني انا اسف، ما بيعترفش ابدا. هو انسان عنيدي. لو قلبك قالك انه هو ندمان، ما تشككيش، هو بجد ندمان. بس اسألي نفسك، هل فعلا عايزاه يرجع، ولا عايزة تنتقمي بصمت؟ اشتغلي على نفسك الاول، تجاوزيه، بعدين لو عايزاه يرجع فهو هيرجع. بس مش هيعتذر، اوكي؟ هو راجع لما يحس انك مش ما عدتش محتاجاه. هيخاف انك تضيعي منه، هياخد الخطوة دي ويرجع لك. نشوف الرسائل الروحية ليكي. انتم ليه كده يا رجال؟ ليه؟ خليكم بساط. كلمة اسف مش هتضرك، اسف بس. احنا مش معقدين، البنات مش complicated على فكرة. محتاجين كلمة حلوة، وردة، اسف في وقت الصح، مش بعد ما يعدي الوقت. والله تملكونا. الرسائل الروحية أو الروحانية. أوكي، يا ريت صوتي يكون مسموع، عشان ما عنديش مايك، ومش عايزة أعلي صوتي كتير قوي عشان في عيال نايمة.
عايزة اعمل فيديو يكون مسالم من غير دوشة العيال المقاطعة، فعشان كده بوطي صوتي، استحملوني. كروت الروح بتقولك انت مش ناقصة، انت مرايته. ده اللي بيخوفه، هو بيهرب من حبك لانك حب حقيقي. هو مش جاهز يواجه نفسه. اللي قلبه تقبل ومش قادر يقرر، دي مش طاقتك، دي طاقته هو. انت خلاص فتحت البوابة وهو بيهرب منها، بيضيع للأبد. مش لازم يهرب، هو خايف منك لأنه ده بجد، لأنك انت حقيقية قوي. انت هقولك ايه، انت روح، والروح دي عرفت تخترق قلبه. فالواحد لما يعني بينبهر بحاجة ممكن يخاف منها ويبعد عنها ويخسرها. احنا بنقول شاف وبحلك، ما صدقش. ممكن شايفك كتير عليه، حبك ده اللي انت بديهوله بيكون اكثر من اللي هو مستحقه. شايف نفسه كده. ما علينا، يلا نشوف دلوقتي بوابة العوالم الخفية رسالتها ليكي ايه. انتي صح. رسالة البوابة العوالم الخفية ليكي ايه؟ سوري، فكرت نفسي بعمل كروت مغربية. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وشيروا اللايف، مش اللايف سوري، شيروا الفيديو. لو في ناس عايزينها تسمع الكلام ده. اوكي، هو تحت تأثيرك حتى لو بينكر، واللي يخاف من نورك ما يستاهلكيش في عتمتك. لو رجع مترحبيش بيه زي زمان، قوليله اتأخرت. لو اتأخر قوليله انت اتأخرت. والبنت اللي كنت تعرفها خلاص راحت، ماتت. ده شخص جديد هيرجع وهيدق عليك الباب، هيحاول يطبطب على قلبك، بس هيكون الوقت اتأخر قوي. شكرا ليكم يا أصحاب المجموعة التانية. لو عجبتكم القراءة اشتركوا وفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق أول حرف من اسم الشريك لو لقيتوا القراءة دي منطبقة عليه، وأنا هديكم رسالة روحية أو روحانية من العوالم الخفية.
شكرا للمجموعة التانية. دلوقتي هنروح على المجموعة التالتة. لو لقيت القراءة دي مش منطبقة عليك، شوف لك المجموعة الأولى أو المجموعة التالتة. شكرا لأصحاب المجموعة التانية. أهلا بكم يا أصحاب المجموعة التالتة اللي اختاروا الحروف دي أو الحجر ده أو بالكروت دي. يلا افردي ظهرك وخدي نفس، لأن دي مش قراءة حب، دي غوص في عقل الحبيب الباطن، ضعفه وخوفه منك. خدي نفس عميق، ركزي طاقتك على الورق وهو بيتفنط. فكري فيه دلوقتي، انت دلوقتي على عتبة مخه، هتقري اللي بيدور فيه، بيفكر في ايه، بيقول ايه بينه وبين نفسه، وحطك في اي مكان. هتعرفي بعده ده حب ولا لا، هو حبك اصلا او لا. واللي لسه مشتركتوش يشتركوا معانا، ولو القراءة دي ما انطبقتش عليكي شوفي المجموعة التانية او المجموعة الاولى، لان ممكن تكون طاقتك مش واصلة كويس اوي للورق. فمن الطاقة العامة هنعرف هو دي قراءتك ولا ارجع الفيديو من الاول. يلا الطاقة العامة للقراءة. اوكي يا اصحاب المجموعة الثالثة، في بينكم حاجة مش مفهومة، زي انك بتحسي بيه قبل ما يتكلم، زي انك بتسمعي صوته في صمتك، لكن كل مرة تتقربي بيبعد. ليه؟ لانه بيخاف منك، بالمعنى الحرفي بيخاف. شايفك مرايته وكل عيوبه بتبان قدامك. الخوف مش حب، الخوف ده مش من الحب، الخوف منك لانك بتشوفيه اكتر ما هو شايف نفسه. شوف مشاعره دلوقتي يا اصحاب المجموعة الثالثة سوري. مشاعره دلوقتي ورق كبير اكبر من ايدي، عشان كده بيقع. انتي مش رسايل، الورق اللي بيقع دي مش رسايل، دي بس لانه ايدي صغيرة والورق كبير قوي، فايدي ما بتجيبوش كله. لو نزلت ورقة وهي رسالة انا هطلعها، بس اللي بيقع دلوقتي مني دي مش رسايل، دي ايدي مش جايبة الورق كله. خدوا نفس عميق وطلعوه. أصحاب المجموعة الثالثة، مشاعره دلوقتي مش هقرا الورق مقلوب، اوكي، انا هقرا عدل.
verification. thank you. هو قاعد يقنع نفسه انه نسيكي، بس في لحظة ضعف واحدة بيرجع يتخيلك جنبه، بيضحك بس مش من قلبه. هو بيبين نفسه انه مبسوط ضحكان، بس ده مش قلبه. ده بيحاول يوري الناس انه هو مبسوط في بعدك. اوكي، بيقابل غيرك، يمكن عنده، بس بيقارنك بكل واحدة بيقابلها. انتي مش ذكرى، انتي اللعنة ليه. هو مش عارف يفكها اللعنة دي، متعلق بيكي قوي. ما تصدقيش المظاهر، هو محطم من جواه. thank you. هنشوفوا دلوقتي نواياه يا مجموعة الثالثة. باي ذا واي، انا كان حسابي اتهكر وراح منه الفيديوهات اللي كنت بعملهم قبل كده، فابتديت من اول وجديد. الناس اللي كانوا معايا قدام هيفتكروني. كنت بعمل قراءات خاصة على الفيديوهات بالكارتة المغربية. في ورقة هنا بتطلع لي كل شوية بتبان. شوف بص، في حاجة في نيتك دلوقتي عايز تعملها، جاوبها لأ. لو في دلوقتي انت بتفكر او انت بتفكري في حاجة دلوقتي، فهي ما تعمليهاش، اوعي. دي رسالة ليكم يا اصحاب المجموعة الثالثة، بعيدا عن تهكير عقل الحبيب، بعيدا عن، شفتوا كل شوية بتطلع، بعيدا عن موضوع البث، بعيدا عن موضوع الفيديو. نواياه، انتم قوية قوي يا مجموعة ثالثة. وهو بيحاول يبين القوة، بس رغم انه ممكن يكون جارحكم قبل كده، بس هو بيبين قوته بس. اوكي، نواياه دلوقتي، هل هو بينوي يرجع؟ مش دلوقتي، هو بيراقب من بعيد، بس لما يحس انك قربتي لغيره هيولع الدنيا عشان يرجع يوقفك. الفيديو حسيت انه، اتمنى ان الصورة تكون واضحة. هو مش ناوي يحبك، هو ناوي يتملكك. ليه انتوا كده؟ ليه نرجسيين؟ مش البنات اللي معايا او لاصحاب القراءة، لا، الحبيب بتاعكم نرجسي. هو في نوع رجالة بجد ما بيحبش، بيغار، ودي طاقة الشريك يا برج، يا المجموعة الثالثة، دي طاقته ليكي. عادي بيراقب من بعيد، في طرف ثالث، بس ده مش حب حقيقي. اوكي، دي حب تملك. المهم انك مهكرة عقله وهو نايم. برافو عليكم. احنا مش عايزينه يرجع، احنا عايزين بس ان احنا نخترق
عالمه ما يعرفش انه يتخطانا بسهولة. اوكي، رجع او عنه ما رجع. نشوف دلوقتي هل هو هيرجع بجد، هل هو ندم عليكي، هل هو بيحبك بجد، هل في ندم، هل في رجوع. المجموعة الثالثة، لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا. هل راجع وهل نادم؟ احنا طبعا بنتكلم على حبيب منفصل علينا، يعني لو حد معاه حبيب بتاعه فالقراءة دي مش ليك، الفيديو ده كله من اوله لاخره مش ليك. بس لو حابب انك تدور على مثلا تهكير عقله في يعني تشوف انه هو بيحبك او لا، ممكن تشوف الفيديو، بس ده مش للمرتبطين، ده للمنفصلين. اوكي، اذا بنقول هو هيرجع، سؤالنا كده سؤال الجوهري، هو هيرجع؟ راجع، هو راجع كأن ما حصلش حاجة، ودي المشكلة. حاسس بندم، ايوه، بس ندم على نفسه مش عليك. يا لهوي، ده اناني قوي. هو من النوع اللي لما يخسر لو لما خسرك او لو بيخسر في العلاقة يحاول يرجعك، مش لانه بيحبك بس لانه مش مستوعب انك فعلا بعدتي. اللي بيخاف يخسرك ما يضيعكيش من الاول، اللي بيخاف عليكي ما بيكسركيش، اللي عايزك ما بيبعدش. اوكي، حطي دي في بالك، اللي بيخاف عليكي عمره ما يكسرك، عمره ما يجرحك، عمره ما يبعد عنك ويخليكي لوحدك. نشوف دلوقتي رسالة من العوالم الخفية، من بوابة العوالم الخفية، رسالة خاصة بالمجموعة الثالثة. Somebody drunk outside. Sorry for the noise. سمحوا لي على الصوت، في حد بالشارع قاعد بيتكلم مع نفسه أو بيكلم حد، الله أعلم، بس صوته عالي. رسالة روحية وروحانية من العوالم الخفية. طاقتكم حلوة، واحد بيغني على أسد، انتم لو حبيبكم برج الأسد فهو بيغني لكم عليه. لو في صوت تاني أنا هقفل أوقف الفيديو وهقفل الشباك وارجع. رسالة من العوالم الخفية، رسالة روحية وروحانية. بنات فاكريني؟ حطولي اللي فاكرني، حطولي تعليق وقولي أنا فاكرك. ولو عايزين نعمل لكم رسائل روحانية اكتبوا له تعليق واكتبوا لي اسم الشريك او حرف، اول حرف من اسمه، وانا هديكم رسالة عليكم انتم او عليه. ولو حابة رسالة عنك انت بس اكتبي لي اسمك وبرجك وانا هديك رسالة روحانية ليك انت بس.
ماله الحبيب. طاقات نارية. اوكي، شفتوا اللي كان في الشارع بيغني كان بيقول الاسد لاين لاين، معرفش الاغنية ايه بس هو كان بيتكلم على الاسد. فاحنا ايه نقول انه الشريك هنا او انتي رسالتك من برج ناري مثل الحمل القوس او الاسد. الابراج النارية متوجة معايا بقوة في القراءة. رسالتك الروحية ليكي انتي هو بيقولك انا ضيعتك من ايدي، بدور عليكي في كل وش، بس الوش ده مش ما بيلقاكش فيه، ما بيشبكش معاك، يعني معاه هو. انا كنت طفل بيجرب الحب وانتي كنتي نار مش لعبة. كل اللي بيهرب من نورك بيرجع يدور عليكي في الضلمة. انتي مصدر النور ومصدر الطاقة، هو ضيعك من ايده وندمان عليكي قوي. حتى لو راح مع غيرك فهو مش هيكون مرتاح لانك انتي الاصل. كانت دي الرسائل الروحية. دلوقتي رسالتي ليكي من عندي من العوالم الخفية. دي رسالة، اوكي، مش ورقات. انا بتكون الورقة اللي وقعت بكون حاساها انها عادي، بس الورقة اللي فيها رسالة بحس انها بتطلع من ايدي، حتى لو حاولت امسكها بحس ان في حاجة بتشدها. زي لما بستخدم العصا الداوزن رود، هي كمان بيكون بحس انه فيها مغناطيس بتتحرك لوحدها. انا ماسكاها كده بحس انها بتتحرك لوحدها، حتى لو عملت كروس كده، حتى لو نفضتها بتفضل كأنها مغناطيس ماسكها. حتى لو نزلتها تحت وهي عاملة كده انزلها تحت تفضل عاملة كده. حتى لو حاولت كروس بايدي ما بتكراش. هي دي الطاقة، ده اسمه طاقة. فالورقة دي شدتها الطاقة مش وقعت. رسالة أخيرة ليكي يا أصحاب المجموعة الثالثة، بنات أو أولاد. أنا بتكلم بصفة بنات لأنه أكثر حد بيكون موجوع هم البنات مش الولاد. أوكي يس. سؤالنا حيرجع. هو راجع، بس لما تكون انتي خلاص فقتي من الوجع، وساعتها قوليله ببساطة أنا مش البنت اللي سبتها، دي النسخة اللي اتولدت بعدها. حلوة، اكتبيها لي في تعليق كده، أنا مش البنت اللي سبتها، أنا النسخة اللي اتولدت بعدها. لو حرفه كان في المجموعة دي فاكتبي لي تعليق بأول حرف من اسمه، وشاركي في الفيديو ده مع أقرب واحدة ليكي بتحب تنتقم من سكوتها. اشتركي فورا لأن اللي جاي مش قراءة، ده تفكيك أرواح. يعني الواحد هنمسكه كده ونفككه. أتمنى أن القراءة دي تكون لمستكم، لمست قلبكم أصحاب المجموعات الثلاثة. ولو لقيت القراءة دي مش منطبقة عليكي فحاولي انك تشوفي الفيديو من اوله، القراءة الاولى او الثانية، لانه سوري بنتي صحيت. شكرا لكم واشوفكم في فيديو تاني ويكون قوي اقوى من اللي قبله.
Thank you. Bye bye.